قبل ما ادوق انا مش هقول ولا كلمه، شوفوا زحمه المكان هي اللي هتتكلم. الاكله دي عايزه تشمير وندوق. بعد نجاح براند الساخن الجامد قوي في الاردن، وبعد فتح 7 فروع هناك، قرر يفتح في مصر. ده فرعه الثاني في محطة الرمل، وبيفتح فرع الثالث في القاهرة قريب جدا. تعالوا نجرب ونشوف ايه النظام، يلا بينا. الساخن متخصص في الاكلات العربية والاردنية كمان، مسحب، تندوري، تركي. التركي عبارة عن 12 قطعة فراخ متقطعين ومشوية على الفحم. تعالوا نجرب ونشوف ايه الدنيا. جبنا تقريبا المنيو كله عشان نجرب كله ونشوف ايه الدنيا، بس قبل ما ادوق انا مش هقول ولا كلمة، شوفوا زحمة المكان هي اللي هتتكلم. اول وجبه طلبناها واكتر وجبه مشهورين بيها التندوري، متميزين بيها جدا جدا. ثاني واحده التركي 12 قطعه فراخ مشويه على الفحم، بيجي معاها رز برياني او تندوري او كبسه. ثالث حاجه وجبه شاورما عربي بروست فراخ مع موتزاريلا وجبنه وصوص رانش جامد قوي. وجبه عربي فراخ ستريبس برجر. الاكله دي عايزه تشمير وندوق. مش هاكل التندوري بشوكه وسكينه ومش عارف ايه، انا هدخل في النص على طول عشان نشوف التسويه عامله ازاي. شد بسهوله جدا ومتسويه حلوه قوي. التوابل فظيعه وقويه جدا. بصوا الفراخ عامله ازاي من جوه، نظيفه جدا جدا جدا، والطعم حوار حوار حوار. دوق الرز البرياني كده، اجمد رز برياني دقته في حياتي كلها. تعالوا ندخل على التركي. شكلها كده اكله مشويه على الفحم وطعمها قوي قوي قوي. في حاجه على وشي، انسوا بقى التندوري خالص. التركي فظيعه 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 خرافيه. تعالوا ناخد الدبوس الجامد ده وناخد التوميه الفظيعه دي ونغمسها كده ونضرب. البروست محمل، ومن شكل الفراخ الزيت باين ان هو نضيف جدا جدا. قبل ما اقول رايي عايزكم تسمعوا صوت القرمشه. غير القرمشه الفراخ نظيفه جدا جدا جدا. ندخل على الوحش ده، وحش فعلا. الميزه هنا ان كل نوع فراخ ليه تتبيله مختلفه عن التتبيله الثانيه خالص. نخش على البيف، شكله جامد قوي قوي قوي، والجبنه شكلها مع البرجر حوار. بقى في ميزه فظيعه، في مشروم، وغير المشروم صوص مشروم متوسط. الفراخ متميزين فيها اكتر بكتير من البيف. نجرب الشاورما ونغمسها في التوميه السبايسي. تتبيله رابعه مختلفه خالص خالص، مفيش تتبيله فيها طعم من التتبيله الثانيه نهائي. بشاورما اللحمه عشان نقفل المنيو كله. الطعم حلو قوي وكميه اللحمه في الساندوتش كتير قوي. نرجع بقى للتركي عشان وحشني قوي قوي. وتاني حاجه بصوا بقى الترابيزه ده بقى اللي ورا الكاميرا، عشان الناس اللي بتقول لي انت بتاكل واكيل ومش عارف ايه. انا جربت كله وده اللي متبقي. كده خلصت كلام. موت اكتر واحد بيتعب في حياتي والله.